انا دلوقتي حمرت الكنافه ونزلت بيها على طول في الصينيه، دهنت الصينيه، ارضيه الصينيه زيت، وبعد كده نزلت بالكنافه على طول قبل ما تمسك نفسها، قبل ما تبرد يعني. ومجهزه الشربات، طبعا الشربات بيكون وسط، لا خفيف ولا تقيل، وسايباه يبرد، وهسيب الكنافه تبرد على بال ما اجهز طبقه القشطه اللي هحطها اللي بالمانجا. خليكم معايا. اجهز طبقه القشطه اللي هحط عليها جيلي المانجا. الخليط ده عباره عن ايه؟ الدم لبن، حط عليه نشا، وحط عليه معلقه لبن بودره ومعلقه كريم شانتيه و... ومعلقه جوز الهند، وهسيبهم لما النشا يستوي ويعمل زي المهلبيه كده خفيفه مش تقيله يعني. وبعد كده نشوف هنعمل ايه سوا. وحليتها على فكره، حطيت لها سكر. خليكم معايا. ديت الكنافه طبعا سبتها بردت هي والشربات، وبعد كده سقيتها بالشربات زي ما انتم شايفين. ودلوقتي انا جهزت القشطه، وحطيت عليها الجيلي المانجا. خليكم معايا اوريها لكم. ده بيكون القشطه اللي حطيت عليها الجيلي، وحطيت عليها لون طعام صحي. حطيت حبه صغيرين كده عشان يدوها اللون الاصفر ده. ماشي. ودلوقتي هحط الطبقه التانية. الكنافه هي الطبقه الاولانيه، دي الطبقه التانية في صينيه الكنافه بالمانجا. خليكم معايا. الطبقه التانية من صينيه الكنافه بالمانجا اللي هي القشطه، زي ما انتم شايفين شكلها كده. هسيبها لما تبرد قبل ما اكون جهزت طبقه الجيلي. خليكم معايا اجهز طبقه الجيلي وارجع لكم. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا جهزت طبقه الجيلي. طبقه الجيلي دي عباره عن ايه؟ عباره عن نص كوبايه ميه، حطيت عليها معلقه جيلاتين كبيره. ماشي. ودوبتها في الميه وحطيتها على النار لحد ما دابت. ماشي. وبعد ما دابت شلت والميه سخنت خالص يعني، خلاص كانت قربت تغلي. شلتها من على النار وحطيت عليها باكل جيلي المانجا زي ما انتم شايفين. دلوقتي انا هسيبه لما يهدى خالص، لما يبرد خالص، وبعد كده انزل عليه على صينية الكنافة. وديت هتكون معانا الطبقة التالتة. وبعد كده هحطها في التلاجة واسيبها لما تمسك نفسها. طبقة الجيلي بقى، هي دلوقتي طبقة الكنافة طبقة المهلبية بردت ومسكت نفسها. ماشي. خليكم معايا، هجهز تبرد بس الجيلي يبرد، وافضيه على الطبق على الكنافه وارجع لكم تاني. شايفين دلوقتي انا حطيت طبقه الجيلي. طبعا بتحطيها بالراحه علشان ما تبوظش الطبقه اللي تحت. ماشي. بتحطيها واحده واحده كده لحد ما تفضي الكميه كلها. زي ما انتم شايفين انا كده فضيت الكميه كلها اهي. ودلوقتي هحطها في التلاجة واسيبها لما الجيلي يمسك نفسه خالص، وهرجع اوريها لكم لما اطلعها من التلاجة. يكون شكل صينية الكنافة بالمانجا بعد ما حطيتها في التلاجة شوية. زي ما انتم شايفين كده شكلها. طبعا لو عايزة تكتري الجيلي بقى كتريه. هو هنا عشان يشقلي ما كانش طالع كتير فمش باين قوي، بس هي شكلها حلو وريحتها حلوة. هقطعها معاكم واوريها لكم. شايفين كده انا قطعتها، وديت شكلها زي ما انتم شايفين. كل طبقة لوحدها زي ما انتم شايفين كده. شوفوا شكلها. وريحتها جميلة وطعمها جميل. لو عجبتكم عايزة لايك وشير وتعليق حلو منكم يخليني اقدم لكم اكلات اكتر. مع السلامة.